بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. أخبار نادي الزمالك. الأهلي أحسن منا. تصريح جمال العدل. جمال العدل بيقول الأهلي أحسن من الزمالك، أحسن من الزمالك في الإدارة. تصريح بيكشف قد إيه مجلس الإدارة الحالي والخلافات اللي موجودة داخله جعلت أحد مشجعي نادي الزمالك البارزين القدام يقول الكلام ده، يقول إن إحنا مش متحدين، الأهلي متحدين مع بعضيهم، عندهم إعلام كويس، عندهم ناس في الاتحاد الإفريقي، عندهم ناس في اتحاد الكورة بيعرفوا يمشوا أمورهم كويس. طبعا أنا مختلف معاه. الأهلي ليس أفضل من الزمالك. الزمالك طول عمره نادي له جماهير تختلف عن أي جمهور تاني، جماهير مختلفة عن أي جمهور تاني، جماهير بتشجع بالقلب بحب، جماهير ما بتتخلاش عن فريقها أو عن النادي أو عن الزمالك في أي ظروف، ما تتخلاش. في جماهير بتشجع عشان الفرقة بتاعتها بتجيب بطولة، لو ما جابتش بطولة خلاص بيقلبوا عليهم. لكن جمهور الزمالك بيشجع حبا في الزمالك، الزمالك ده وطن. ولكن للأسف الشديد مجلس إدارة هو اللي وصلنا لهذه المرحلة. وصل البعض يقول هذه التصريحات. مجلس إدارة جلسات التقطيع ما بين أعضائه ما بتبطلش، آخرها كان في منزل الكابتن حسين لبيب. شوف اتقال ايه على الكابتن أحمد سليمان من بعض أعضاء مجلس الإدارة اللي كانوا موجودين، أو أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتحديد اللي كان موجود وقطع فيه أحمد سليمان. مجلس إدارة بدأ من دلوقتي شغل الانتخابات، خلاص بقاله 2.5 سنين ما بيعملش حاجة، إخفاقات، فشل، مفيش إنجازات، في بلاوي سودة. دلوقتي بدأ يشتغل شغل انتخابات. طبعا الكابتن حسين لبيب يعني المقربين نصحوه انه ينزل النادي يتكلم على الاعضاء، يقابل الاعضاء، يشوف مشاكل الاعضاء. حصل راجل قام بجوله داخل نادي الزمالك، شاف اعضاء ايه، بس كان فيه من زمان. وخصم مش عارف مين من السبكي، سامي السبكي ده مش عارف شغال ايه، وكمال الخولي ده مش عارف شغال ايه، خصم منهم يعني. ولفت نظر حسن موسى المدير الاداري المدير التنفيذي، كويس مش وحش، بس كان الكلام ده فيه من زمان يعني. اتمنى بقى ان كابتن حسين لبيب برضك يروح لبيت الفرق، يروح لبتوع السله، يروح لبتوع الطايره، يروح لبتوع اليد، يشوف مشاكلهم ايه ويحلها، وبقيه الالعاب الموجوده. نتمنى الكابتن حسين لبيب نشوفه في المقصوره يشجع الفريق ويساند الفريق. مش واجب برضك رئيس النادي يكون موجود في هذه الظروف؟ اما بقيه الاعضاء شغالين شغل انتخابات. كابتن هشام نصر شغال شغل انتخابات، وبقت حرب بقى ما بين اللي موجود واللي بره. بمعنى ايه؟ او يعني شفنا الكابتن حسام المندوب او الدكتور حسام المندوب برضك شغل انتخابات من دلوقتي، تصريحات كل يوم بيتكلم دلوقتي في اي حته. بقت حرب بقى ما بين شركه الكوره اللي عايزين يعملوها، هل هيمسكها الاستاذ عمرو الجنايني، هل هيمسكها ايمن ممدوح عباس، هل هيمسكها ممدوح عباس نفسه؟ خلافات. وطبعا الاعضاء اللي هم ناويين يخشوا انتخابات او يفكروا في الرئاسه قلقانين من عمرو الجنايني. طبعا لو مسك شركه الكوره ممكن تنجح، الفريق ينجح، هياخد شعبيه، يبقى رئيس نادي الزمالك. طبعا في نفس الوقت برضك الكابتن احمد سليمان بيفكر في الرئاسه. الراجل كان اترشح رئيس قبل كده واتنازل لصالح حسين لبيب، وشفنا الخناقات والمشاكل والازمات اللي ما بينه وبين باقي اعضاء المجلس. زي ما قلنا كله دلوقتي بيعمل كتايب، كله مش ملتفت للنادي او مصلحه النادي، لا كله بيشتغل لصالح نفسه للاسف الشديد.
وبتلاقي ناس بتدافع عنهم، وبتلاقي ناس بتنتقدنا ان احنا بننتقد مجلس الاداره. واحنا بس اللي بننتقد؟ ده الناس اللي كانت معاهم هي اللي بتنتقد. الناس اللي كانت معاهم، الناس اللي كانت بتشجعهم، الناس اللي كانت واقفه معاهم، الناس اللي كانت بتساندهم، الناس اللي كانت بتحضر ندواتهم، بينتقدوهم. مش جريمه ان احنا بننتقد، ده بالعكس. احنا قلنا ادينا الناس فرصه، وقفنا معاهم في البدايه. لكن اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. في مثل بيقول كده، اللي ما يشوفش من الغربال يبقى ايه؟ يبقى اعمى، اعمى النظر، اعمى النظر. نرجع النهارده. طبعا مباراه زد مباراه مهمه جدا جدا جدا. فريق لعبت معاه 6 ماتشات، 6 مباريات. فزت في مباراه. لعبت معاه 5 مباريات، اسف، 5 مباريات. دي المباراه السادسه ساعه ما صعد للدوري الممتاز. بالنسبه للدوري يعني المواجهات بتاعتهم 5 مرات. فزت في مباراه، وتعادلت وخسرت مباراه، وتعادلت في 3. يعني الفريقين متساويين. النهارده طبعا هيغيب محمود الونش، الاصابه. مش عارف حكايه الاصابات دي، شاف الدكتور اسباني اللي بيشتغل عليه وبيعمل ايه، ومصممين عليه. الغريب بقى ان انت رجعت شيكو بنزا. حقيقي غريب. يعني شيكو بنزا لحق الاصابه بتاعته اللي في العضله الخلفيه، خفت ورجع القايمه. ازاي يا كابتن معتمد؟ الا اذا كان بقى يعني تعليمات من جون اودوارد ان هو يكون موجود. واتقال اتخصم منه 20,000 دولار يعني، وبيسهر ومتمرد وعامل مشاكل وعامل وش، ومع ذلك عادي. واصاب بالخلفيه، وطبعا ما كانش مصاب، ورجع عادي زي ما حصل قبل كده برضه. يعني لغز يعني لغز اللاعب المتمرد ده، مش عارف. يعني لازم يشوف له بيع باي طريقه يعني. اخر موضوع اتكلم فيه عم صلاح المشجع. بالتاكيد هيخش الماتش النهارده بقى. يعني عيب قوي يعني. مش كل ماتش تمنعوه يعني، عشان الراجل انتقد مجلس الاداره. يعني مش هتذبحوه، ما ينتقد. ايه المشكله يعني؟ بيقول رايه، حرام من رايه. لا، انا مش فاهم انا يعني. ما ينتقد. الراجل يقول رايه. الراجل بقاله 50 سنه بيشجع نادي الزمالك، وموجود في مدرجات نادي الزمالك من يوم ما كنا صغيرين، وعم صلاح ده موجود. تقول لا يعني؟ تقول لا في مشجعي الزمالك يعني، واللي بيحب الزمالك بجد؟ تقول لا شويه. كل التوفيق لنادي الزمالك النهارده ان شاء الله امام زد. مباراه مهمه جدا 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 جدا. بعدها يبقى بيراميدز، بعدها الاتحاد السكندري، بعدها انبي، بعدها 6 فرق لحد الدوري ان شاء الله. ان شاء الله الدوري يكون من نصيب الزمالك. شكرا.